خليني اقول لك، لو مسافر مكان ساقعه زي ده تلبس ايه بالظبط، خطوه خطوه. في مثل نرويجي شهير بيقول ان مفيش جو وحش لكن في ملابس وحشه، بمعنى ان انت تقدر تستمتع بالجو مهما كان درجه حراره منخفضه لو انت لابس لبس مناسب. انا بصراحه واجهتني المشكله دي اول ما سافرت بره الاماكن برد، وما كنتش عارف استعد ازاي، لكن دلوقتي بعد ما اتعودت وعرفت البس ايه بالظبط ما بقتش بحس بالبرد تماما. الفيديو ده هينفعك جدا لو انت مسافر بره لمكان بارد وعايز تعرف تستعد ازاي. وكمان النصايح دي ممكن تنطبق على مصر وبلادنا العربية، لأن دلوقتي الجو في الشتاء بقى بارد جدا، وبمجرد تغييرات بسيطة في نوع اللبس اللي احنا بنلبسه نقدر نستحمل ونتأقلم مع الشتاء بكل سهولة. أهم حاجة في لبس الشتاء هي الخامات المصنوع منها اللبس. ليه؟ احنا معظم الملابس بتاعتنا العادية مصنوع من القطن، والقطن هو مادة كويسة جدا، لكن للأسف بيزود إحساس البرودة بشكل كبير جدا. عشان كده لازم تتأكد من خامات الملابس الشتوية اللي انت هتجيبها، وتكون ما فيهاش قطن تماما، وتكون مصنوعة من مواد معينة. افضل حاجة طبعا هو الصوف او الوول او البوليستر. انت عملت حتى تشيك سريع على التيكت بتاع الملابس، هتلاقي مكتوب فيها الخامات، ودايما بوليستر او مارينو وول دي افضل خامات تستعملها، وبتفرق جدا جدا في البرد. انا حتى الملابس اللي جبتها دي بلبسها في مصر دلوقتي احيانا في الشتاء، وفعلا مش بحس بالبرد تماما، مجرد طبقه واحده او طبقتين وفعلا انت انسوليتد، لان الصوف تحديدا بيعكس حراره الجسم وبيحتفظ بيها، فعشان كده بيخليك تحس ان انت دافي جدا. طيب دلوقتي خلينا بقى نستعد للتلج. اول خطوه هي تعتبر الثيرمال او الطبقه الداخليه، ودي زي ما اتفقنا لازم تكون صوف او بوليستر على الجلد مباشره. دي فعلا هتخليك انسوليتد ومش هتحس بالبرد تماما، ودي دايما التركايه اللي فعلا بتفرق قوي في مستوى التدفئه. الطبقات الداخليه الصوف دي موجوده عندنا في مصر برضو منتشره. لو عايز تجيب حاجه حديثه شويه، في براندات زي كولومبيا، ذا نورث فيس، ومارك اند سبنسر، عندهم مواد حديثه شويه مصنوعه من البوليستر، واللي انا حتى جايبها دي فيها زي معدن كده من جوه بيعكس الحراره. فوق الثيرمالز بقى نبتدي نلبس لبس عادي، ممكن قميص او سويت شيرت وتحتيه جينز. بعد كده يستحسن ان احنا نلبس بوت. طبعا البوت معظمهم بيبقى ووتر بروف، كمان بيديك ثبات وانت ماشي على التلج او المطره، وبيكون متبطن من جوه عشان يعمل تدفئه for your feet. وطبعا افضل حاجه ان انت تدخل طبعا البنطلون في البوت عشان ما يبقاش فيه جزء من الجسم اكسبوزد للبرد. طيب فوق القميص بقى محتاجين نلبس حاجه تقيله بقى محترمه. هنجيب بقى ايه، بلوفر صوف او حاجه كده تقيله، جامبر نلبسها، لان برضو لازم نتدفى بقى كويس. نخش بقى، لسه ما تستعجلش معايا، الخطوه اللي بعديها وهي الوينتر كوت او الوينتر جاكيت. لازم يكون في جاكيت محترم مصمم لدرجة حرارة بالسالب نلبسه، ده هيبقى القطعة الأساسية بتاعتنا، غير طبعا ايس كاب أو بيني هنلبسه على راسنا، والجلوفز. بعد كده ممكن نلبس قطعة اوبشنال زي سكارف أو كوفية، دي مهمة برضو لتدفئة الرقبة. وأحيانا لو جو بقى كمان سالب 20-25 الكلام ده، بيبقى فيه زي فيس ماسك أو سكي ماسك. بس احنا كده جاهزين خلاص. لبس زي ده ممكن يكفيك لحد -10 -15 up to -20. اكتر من كده هنضطر بقى نعمل ترتيبات تانية. طبعا معظم اللبس ده بيبقى ووتر بروف، بالذات الجاكيت، وده مهم جدا لان بيبقى فيه تلج نازل عليك ومطره، والاضافه للبوتس، فانت كده بتعتبر جاهز من كل النواحي. بس كده خلصنا الفيديو. يلا enjoy your trip، واشوفكم في فيديوز تانية ان شاء الله.